السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تنسوش الدعاء لفلسطين، يا رب انصر فلسطين يا رب. طبعا النهارده الزمالك اتوقف له القيد سبب اللاعب خالد بوطيب. فين الإدارة؟ مفيش إدارة. طبعا خالد بوطيب ده من 2019، قضيته بقالها 6 سنين مش عارفين نخلص قضية لاعب. من 2019 الإدارة الفاشلة مش عارفة تخلص قضية لاعب. وكالة الإدارة دي وهي جاية خدت دعم. مفيش إدارة من أيام الدكتور كمال درويش، من أيام 2004 و2005 مفيش إدارة جت دخلت الزمالك إلا وخدت الدعم اللي خدته الإدارة دي. وكانت جاية محسنة إن معاها العصا السحرية هتقلب الزمالك ده نقلة عالمية. طبعا فين الكلام ده؟ مفيش. بيطلعوا يوضحوا للناس مفيش. متداريين ورا عمرو الجنايني وورا ميدو، وكمان ميدو يطلع مع سيف زاهر معاه شيكات مفتوحه. طب فين ده؟ خالد ابو طيب له مليون و800 الف دولار يعني، ومعانا شيكات مفتوحه. طب فين؟ لكن انت اعمل زي الخطيب، اخطف من الاهلي كده واعمل زي الخطيب، ما تفتحش بقك ما تتكلمش، سيب مصر كلها كده. لكن احنا عندنا الاداره. الزمالك ده اداره، لو انت ما تعرفش الكلام ده، الزمالك ده في 2001 و2002 في شهر فبراير كده كان الاول عالميا، الاول عالميا. ارجع للتاريخ كده، الزمالك كان الاول عالميا. فين الاداره من الكلام ده؟ والله ما ينفع يمسك واحده محليه. رئيس نادي الزمالك ده، رئيس نادي الزمالك بيتعرف بره مصر عن رئيس الجمهوريه. رئيس النادي بيتعرف عن رئيس الجمهوريه، ماشي. لما يبقى في اداره فاشله مش عارفه تخلص قضيه لاعب بقالها 6 سنين. قضيه لاعب شغاله بقالها 6 سنين مش عارفين نخلصها. ايه الاداره دي؟ ايه الاداره دي؟ ولا اداره وحده محليه تعمل كده. هو يا الناس دي بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ مش عارفين نخلص في قضيه لاعب، مش عارفين نمضي لاعب، نجدد للاعب. ايه الفشلان اللي احنا فيه ده؟ ما انت مش قد المكان ما تسيبوه وتمشوا. اللي مش قد المكان يسيبه يمشي. ايه المشكله؟ لكن احنا عندنا الاداره حدث ولا حرج. يس هس قافلين تليفوناتهم وقاعدين، لا بيطلعوا يتكلم ولا بيعملوا حاجه ولا. بسيريو كان بيطرد من الفندق، اقسم بالله كان بيطرد. والوكيل اعماله طلع قال لا ما حصلش، والله كان بيطرد بسبب فلوس. وطلع الوكيل بتاعه قال لك لا ما حصلش. ما حصلش ازاي؟ لا حصل. مدرب جايبين مدرب مش عارفين يقعدوه فين. اسمع بقى، فوتبول النهارده منزل التصنيف العالمي. يجي الاهلي في المركز ال 53، ده طبيعي يعني. يجي وراه صن داونز في المركز ال 90، يجي وراه الترجي في المركز ال 107. بيراميدز بتاع اول امبارح جايب ال 127. يجي الزمالك في ال 230، الزمالك في المركز ال 230. تخيل الزمالك ده اللي في 2001 و2002 يعني فبراير كده كان الزمالك ده الاول عالميا قبل ريال مدريد وبرشلونه وقبل الناس دي. اقرا تاريخ الزمالك اللي بتمسكوا الزمالك. ما تقوليش انا كنت لاعب في الزمالك كنت تاريخ والله. ارجع كده قبل 2002 و2005، قبل 2005 كده، وارجع لتاريخ نادي الزمالك. لكن فين الناس؟ شكرا، وما تنساش الدعاء لفلسطين.